احنا جايين نتكلم النهارده يا جماعه عن الشخصيه النرجسيه، كيفيه التعامل معاها. تعرف حد دايما بيكون محور الاهتمام، دايما يقلل من اللي حواليه وبيشوف نفسه فوق الكل، ده غالبا نرجسي. الشخص النرجسي ده شايف نفسه في المرايه طول الوقت هو احسن واحد، انا احسن من الناس كلها، انا اللي دايما بفهم، انا اللي دايما عارف، مفيش حد احسن مني، وما بيتقبلش النقد بسهوله، بيحب السيطره وبيدور دايما على الاعجاب، شخص بيقطع الكلام وبيتباهى بنفسه، بيهرب من المسؤوليه. الشخص النرجسي ده يا باشا حوالينا في كل مكان. الشخص النرجسي ده يبقى ممكن يكون الزوج، ممكن يكون الزوجه، ممكن يكون الاب، ممكن يكون الابن، ممكن يكون الاخ، ممكن يكون الصديق، ممكن يكون الزميل في العمل، ممكن يكون مديرك. هم حوالينا في كل حته. طب ازاي بقى تتعامل معاه؟ حط دايما حدود واضحه، ما تحاولش تغيره، حافظ على هدوءك. ولو العلاقه مؤذيه تعي، ولو الزوجه تحاول بقى تستسلمه، ترضى بقضاء الله بقى، مش هقول لها تتطلق منه. حافظ على نفسك دايما، مش على رضاهم. تجاهلهم مش ضعف، ده قوة. فحاول دايما تعرف تتعامل ازاي مع الشخصية النرجسية، لان الشخصية النرجسية دي ممكن يكون حد من اهلك، من افراد اسرتك، فلازم تعرف تتعامل معاه ازاي، لانك مش هتقدر تبتعد عن العلاقة لانه من اسرتك، فلازم تعرف تتعامل معاه ازاي كويس.